وجه ريال مدريد أنظاره نحو أحد أبرز المواهب المغربية الصاعدة، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشف الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس أن ريال مدريد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المغربي عبد الله وزان لاعب أياكس أمستردام البالغ من العمر 16 عاما. وأوضح رومانو أن محادثات أولية جرت بالفعل بين الطرفين لاستكشاف إمكانية ضم اللاعب الشاب، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاتفاق لم يحسم بعد، وأن وزان لا يزال ضمن قائمة المواهب المستقبلية التي يراقبها النادي الملكي عن كثب. يذكر أن ريال مدريد ينتهج في السنوات الأخيرة سياسة تعتمد على استقطاب اللاعبين الواعدين بأسعار منخفضة أو عبر صفقات مجانية، بدلاً من الدخول في مزايدات كبرى على نجوم السوق الأوروبي. وفي خبر آخر، حسب الحارس الأوكراني أندري لونين موقفه من البقاء مع ريال مدريد في الموسم المقبل رغم الشكوك التي أثيرت حول مستقبله بسبب رغبته في الحصول على فرصة للمشاركة بانتظام. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ذا أتليتيك البريطانية، فإن لونين الذي يمتد عقده مع النادي الملكي حتى عام 2030 قرر البقاء ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل بعدما لم تصله عروض جذابة تقنعه بالرحيل هذا الصيف. وأشارت الصحيفة إلى أن مقربين من الحارس الشاب يرون أنه يستحق دورا أكبر، ما دفعهم للتفكير في خيارات أخرى، إلا أن لونين أبلغ مسؤولين نادي بعزمه الاستمرار ما لم يطرأ عرض جاد ومناسب. وفي سياق آخر، سلط التقرير الضوء على مصير الظهير الأيسر فران جارسيا. ورغم أن جارسيا يفضل البقاء مع الفريق، فإن مصادر داخل النادي بدأت تشكك في إمكانية ذلك، خاصة في ظل وجود اهتمام سابق من أندية مثل بورنموث. ويرتبط مصيره أيضا بمستقبل الفرنسي فيرلاند مندي الذي لا يزال عقده ممتدا حتى 2027، غاب عن أجزاء كثيرة من الموسم الماضي بسبب الإصابات المتكررة. وفي خبر آخر، يخطط جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لبيع الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا لبرنامج الشيرينغيتو الإسباني، يخطط لابورتا لبيع الحارس الدولي إلى الشياطين الحمر لتحقيق هدفين: التخلص من أحد أعلى الرواتب في الفريق، وفتح المجال أمام وصول جوان غارسيا حارس إسبانيول. وذكرت تقارير أن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي بشأن التوقيع مع غارسيا نظير دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 25 مليون يورو. أضاف البرنامج الإسباني: مانشستر يونايتد معجب بالفعل بتير شتيغن، وسيكون ذلك حلا ممتازا للابورتا، لا سيما أن الشياطين الحمر لديهم أزمة في مركز حراسة المرمى. وتابع: إذا جاء خوان غارسيا إلى برشلونة في وجود تير شتيغن ستكون هناك فوضى. واختتم: لن يشارك مانشستر يونايتد في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل، لكن لو استمر تير شتيغن مع برشلونة ربما لن يشارك في أي شيء.